عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. الحلقة ديال اليوم بطبيعة الحال غتكون للحديث على المنتخب الوطني المغربي للفتيان اللي لعب 2 مباريات، تحصل على 4 نقاط، تعادل مع تونس وفوز صعب وبشق الأنفس أمام إثيوبيا. صراحة كملاحظة أو لا نعتبرها خلاصة لهذا المنتخب، صراحة المنتخب ما تقدر تفهمه. لاعبين يعني كفرديا كتحس بهم بانهم مزيانين واقفين ما شاء الله، بنيه جسديه مزيانه لبزاف ديال اللاعبين، ولكن الانتاجيه في ارض الميدان شبه ما كايناش. واش المشكل في المدرب؟ واش المشكل في الضغوط النفسيه اللي كيتمارسوا على هاد اللاعبين؟ صراحه في الحلقه ديال اليوم غنحاولوا نجاوبوا على هاد السؤال. فراه بزاف منكم ربطوا الاداء ديال هذا المنتخب بالتحديد بالبطوله المجمعه ديال اقصائيات شمال افريقيا لهاد الكاس نيت. المباريات اللي لعبوها لا مع الجزائر لا مع مصر لا مع تونس ولا كذلك مع ليبيا مباريات صراحه كبيره، كتحس بانك هزيتي منتخب وحطيتي منتخب اخر مختلف تماما. هنا نقدر نرجع للضغوط اللي غادي تكون مارستها الجامعه الوطنيه المغربيه لكره القدم على هاد اللاعبين. فوزي لقجع واللي معاه تقريبا ماشي غير المره الاولى اللي داروها، فراه داروها مع بزاف ديال المنتخبات والنتيجه كانت كتكون عكسيه تماما. فراه كاين فرق بين التحفيز والضغط. كنظن بان الجامعه الوطنيه المغربيه لكره القدم مشات مع الضغط، لا على المدرب اللي كتحس به تائه، كتحس به حتى ردود الفعل ديالو، حتى الملامح ديال وجهه كتحس به مرفوع. ما فهمتش صراحه بعض ردات الفعل اللي كيديروهم اللاعبين، كتحس بانهم مضغوطين. الى هزينا لاعب بلاعب فراه ما شاء الله الامكانيات كبيره، لا من الناحيه الفرديه لا من الناحيه التقنيه ولا كذلك حتى مورفولوجيا. فراه اللاعبين ما شاء الله واقفين، ولكن الانتاجيه في ارضيه الملعب ما غايبه لواحد الشكل اللي كبير. كتحس بهم ما منسجمين، كتحس ما كاينش واحد الروح، ما كاينش واحد الترابط بيناتهم، كتحس بان ما كاينش حتى يعني داك الرغبه الكبيره في الانتصار. زيد عليها الاخطاء في القرارات، زيد عليها واحد النوع من السذاجه، زيد عليها القرارات ما كيكونوش صحيحه في بزاف ديال المواقف، زيد عليها ديك القالب الجماعي اللي ما كيكونش، الجمل بين اللاعبين اللي نقدر نتفاهمها. المنتخب في السينيه بكل صراحه ما غاديش تشوف واحد الجماعيه واحد الطوب، بصراحه ما غاديش تشوف واحد الطوب نيفو. على الاقل بغينا نشوفوا مواهب. دابا غادي نحاولوا اننا نعطيو الراي، يعني نعطي الراي ديالي في بعض اللاعبين. انا بالنسبه لي احسن لاعب شفتو في هذا المنتخب فراه هو بكل تاكيد الظهير الايسر زيمبي. من غير هذا اللاعب اللي كنشوف فيه يعني ككاليبر كبير ويقدر يلعب في مستويات عاليه الى بقى كيطور في المستويات ديالو. على الاقل كتشوف لاعب عنده روح ما شاء الله، مورفولوجيا مزيانه. اللاعب ظهير ايسر كذلك طالع هابط، من اللاعبين اللي كتحس بانه عنده ذاك الاصرار، عنده ديك الرغبه في الانتصار. فراه من غيره ما كاينش، ما كنحسش بدا شي لاعب عنده الرغبه يعني في ديك الانتصار، كذلك الفاعليه ديالو لا في الدفاع لا في الهجوم. ما شاء الله من غيره ما كيبانش ليا شي لاعب بهذه القامه. تقدر تقول لي بطبيعه الحال كاين الرباج، نقدر نقول لك هذا اللاعب هذا بالتحديد ما عجبتنيش المردود ديالو في ارضيه الميدان. قرارات اغلبيه كتكون خاطئه صراحه، خصوصا في المراوغه وفي الباس. ما كيعرفش امتى يباسي او لا امتى يشوت ولا يراوغ. مازال عنده بعض القرارات اللي خاطئه، نقدر نتفهمها يعني في هذا العمر ديالو، ولكن بكل تاكيد كموهبه يعني موهبه كبيره ما شاء الله، ولكن خاصو شويه ديال الفاعليه وخاصو شويه ديال ديك القرارات الحاسمه والقرارات المهمه. يعني ذكاء الملعب، كتحس بان ذكاء الملعب مازال خصو واحد شويه نقدر نتفاهمها في هذا السن، لانه ماشي مهم انك تكون او لا ماشي ضروري تكون نيمار ولا رونالدينيو باش تبدا تراوغ. فراه غير بشويه ديال الذكاء وغير بشويه ديال يعني ذكاء الملعب فراه ممكن توصل لمستويات عاليه. كذلك ديك الخدمه البدنيه اللي خصك دير والضغط فراه هي اللي كتوصل، من غيرها مستحيل تلعب في المستوى العالي. وكاين بزاف ديال الامثله. نعطي واحد النموذج بسيط
خصوصا في المركز ديالو هو محمد صلاح اللاعب المصري، فراه ما كتحسش بان عنده يعني ديك الموهبه الطوب يعني في المركز ديالو، ولكن بالقوه ديالو يعني بالعمل ديالو مع الجماعي وبالذكاء ديالو في القرارات قدر انه تقريبا 8 ديال السنوات يبقى في المستوى العالي. نتمنى تكون هذه النصيحه مباشره للاعب ابراهيم الرباج اللي كنشوف فيه موهبه مزيانه، ولكن بكل تاكيد خصها يشتغل على هذه الامور، خصوصا الربط بينه وبين اللاعبين، يعرف امتى يباسي وامتى يراوغ وامتى يسونطري وامتى يدخل. صراحه كنتمنى انه يتطور. علاش؟ لانك كتشوف فيه واحد الريحه ديال ميسي ما شاء الله، حتى من الناحيه المورفولوجيه حتى من الشعر، ستايل ديالو لاعب صراحه غينفعنا بزاف في المستقبل الى تطور من هذه النواحي. اللاعبين ديال وسط الميدان مورفولوجيا مزيانين، ولكن القرارات ديالهم لا في المراوغه لا في الباس مازال ما ضابطينش هاد الامور. بزاف كيقارنوا هذا المنتخب هذا مع المنتخب ديال باها، بكل تاكيد فراه كتحس كاين واحد نوع من الفرق في المواهب. المنتخب ديال باها كتحس به بان المواهب ديالو اعلى بواحد الشكل اللي ملحوظ، حتى الجمل وحتى الانسجام يعني بيناتهم كان بارفي، نقدر نعتبره مثالي. لا وكذلك يعني الى رجعنا للقضيه ديال المواهب، المنتخب ديال باها بصراحه كان فيه بزاف ديال المواهب في الخطوط بثلاثه، حتى الحارس بالعروش اللي ما بداش مزيان كيفكرني بهذا الحارس هذا، حتى هو ما بداش مزيان، حتى هو بدا بالاخطاء، ولكن مع المباريات تطور. كنتمنى ان هذا الحارس كذلك حتى هو يتطور ويعني ويرتاح واحد شويه، لا مع المنتخب لا مع الاجواء ديال كاس افريقيا. وان شاء الله علاش لا بقاو هكا غادي خطوه خطوه. المباراه الجايه مباراه مصيريه، كنظن بان اي نتيجه من غير الفوز فراه غتصعب لا يعني التاهل ولا حتى المسار ديالنا في هذا الكاس. وفي النهايه يعني كنتمنى انك تشاركني الراي ديالك في هذا وتقول لي شنو رايك في هذا المنتخب، شنو رايك في هذه الاسماء، شنو رايك في العمل اللي كيدير المدرب، وواش فعلا المدرب ديال باها احسن بكثير من هذا المدرب، واش القرار على الانفصال على باها كان قرار ما كانش في محله، وشنو رايك في الاعتماد على تجربه المدرب الاجنبي. كذلك ما تنساش انك تشترك بالقناه وتدعمنا بلايك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.